سيداتي سادتي، أنتم معنا في لقاء جديد يتجدد بموضوع الساعة والمتعلق بالهزيمة النكراء للفريق الوطني، والتي خلفت خسائر نفسية ومعنوية على نفسية الشعب المغربي. معنا لتحليل هذه الأوضاع الأستاذ سعيد الصبار. مرحبا بك. شكرا أخ سعيد، وإن كنت لا أتفق معك على قولك أنها هزيمة نكراء، لأنني أرى هذه الهزيمة بمنظار آخر. إذن هناك أخطاء سنحللها تباعا. الخطأ الأول: لاعبون معطوبون وغير جاهزين تنقصهم المنافسة، يلقون في أتوك مع حامية الوطيس. كيف ترى هذه المعضلة؟ كل المدربين يقومون خلال عملهم بأخطاء، بطبيعة الحال هذه مسألة الخطأ يعني ديال الإنسان كيفما كان نوعه، ولكن إذا كان الصحيح هو أن المجموعة التي أو اللاعبين الذين أدخل أو أقحمهم السيد وليد الركراكي في داخل المجموعة كانوا معطوبين، فهذا أمر يستحق المناقشة. ولكن هناك من يتخذ القرار على، وهو طبيب أو طاقم طبي لا بد أن يرى بعين الاعتبار بأن هؤلاء اللاعبين ليس لهم مكانهم في المجموعة. أما نلقي التهمة على هكذا على وليد الركراكي فهذا أمر ربما لا بد أن يناقش. هو لا بد أن يكون هناك اتفاق ما بين المدرب وبين الطاقم التقني أو الطاقم الطبي على إدخال اللاعبين الذين هم على بالاستعداد وبصحة جيدة. إذن الخطأ الثاني: دكة البدلاء وقطع الغيار ضعيفة لا ترقى لمستوى اللاعبين المرسمين أو الرسميين. هناك اختيار لمدة طويلة، والركراكي اختار اللاعبين من أندية كبيرة، ولله الحمد هذه المجموعة كلها نفتخر بها، وهؤلاء جلهم يمارسون في أندية كبيرة وليسوا بدلاء، بل من 90% منهم رسميون في فرقهم. لكن ربما كانت نظرة السيد وليد الركراكي مخالفة لما هو واقعي وأراد خلق المفاجأة. ولكن لا تنسى أخي العزيز أننا كنا مستهدفين، أن منتخبنا الوطني كان مستهدف، وقد تلقى الضربات القوية من طرف جميع الأندية التي أو المنتخبات التي واجهت. لماذا؟ لأن المنتخب المغربي كما هو معلوم أنه رابع عالميا، وأنه الفريق المتميز، وأن له نجوم بارزين عالميا، فكل الأندية كل المنتخبات الأفريقية تريد النيل منه بكافة الوسائل، وقد رأينا الأعطاب التي تعرض لها المنتخب الوطني لاعبين. يعني هذا نوع يعني ربما فيه نقاش وفيه ملاحظة دقيقة، وإلا نظلم. إذن ثالثا: الضعف التكتيكي أعطى للخصم وليد الركراكي أكثر من حجمه الطبيعي، وكذلك إفراغ مساحات الوسط، وهذا ما أشار إليه مدرب بافانا عند نهاية اللقاء. مدرب بافانا له الحق، لأنه فاز بمباراة مغشوشة. أولا يجب أن تعلم أخي العزيز أننا كنا غير محظوظين، لأن الشاب رقم 8 اسمه اللاعب الجميل الرائع الذي لا في أناحي أضاع فرصة رائعة سانحة. هناك فرصة كانت كرة متجهة نحو المرمى، فإذا بقدم أحد اللاعبين هي التي تنتهي الدخول، يعني ثم ضعنا ضربة جزاء. يعني كان الحظ غير يعني معاكس للمنتخب الوطني. كانت المقابلة لولا أن لابد أن ننبهك أخي العزيز، هناك شيء لم ينتبه إلى المغاربة، ربما ماشي المغاربة، ولكن هناك من انتبه أن الحكم السوداني لم يكن منصفا، بل كان متحيزا 100%، وربما قد أخذ تعليمات لإسقاط المنتخب المغربي. اسمعي، لأن رئيس الجامعة رئيس الكاف من جنوب إفريقيا، وجنوب إفريقيا تكيل لنا العداء، بلد عدو لبلدنا، وهذا الحكم طبق التعليمات لرئيس الكاف
لا يناقض. أنا مؤمن بهذه القضية وأصدقها وأعتقدها في قرار التونسي، لأن هذا الحكم لم يكن منصفا بتة. إذا التصريحات غير مسؤولة لوليد الركراكي بأنه يمثل المغرب وليس العرب، ومعلوم أن في كأس العالم كل العرب شجعونا من المحيط إلى الخليج. هنا أنا لا أتفق معه، لأن الوطن العربي وطن موحد يساندنا في جميع قضايانا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخوية إلى غير ذلك، فأنا لا أتفق معه. وليد الركراكي يجب أن يعترف بما يقوم به العرب من مساندة لنا، سواء العرب هم الذين صفقوا لنا عندما فزنا بالمرتبة الرابعة، وعندما في جميع المراحل التي في كأس العالم من المحيط إلى الخليج، من المحيط إلى الخليج طبعا، فكانوا إلى جانبنا وكانوا مساندين لنا بدون حدود. لأن يجب أن يصحح هذا الخطأ، لأن المغاربة جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن العرب إلى جانبنا أحب من أحب وكره من كره. إذن عند مسك الختام أشار وليد الركراكي بأنه يتحمل مسؤولية الهزيمة. أين العقاب؟ أين ربط المسؤولية والمحاسبة؟ العقاب هو أنه يعيد حساباته ويراجع كل ما لديه من فنحن مع بقاء وليد. طبعا مع بقاء وليد. هو رجل مرحلة، مدرب في مستوى، مدرب له بعد يعني خاصيات يتميز بها، لأنه وطني ويحب وطنه ويريد ويغير على كرته المغربية، ويريد حقيقة أن